عمرك سألت نفسك ليه في شغل كونكريت بيطلع تحفة وفي شغل تاني بالرغم ان نفس الخامات بيطلع عادي؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بصحة وسعادة. انا مرسلين غطاس، صاحب براند ام جي كونكريت للطيحة في الديكورية. عندي معرض لجميع خامات الكونكريت من البداية للاحتراف، متاح شغل بدون فينش وبفينش. مكان المعرض في القاهرة ألف مسكن، اسم عين شمس. عملت القناة عشان أقول لكم على أسرار الشغل النضيف اللي مش دايما بتتقال. هنشوف هنا تطبيق عملي، حلول لمشاكل حقيقية، ونصايح في مجال الكونكريت هتوفر عليك وقت ومجهود. إن شاء الله هنتعلم في الحلقات اللي جاية التعرف على نوع البودر، طرق الصب، نتعلم ازاي نفنش القطعة كويس، هنتعلم نسعر القطعة، ولو احنا عايزين نبدأ المشروع ايه اهم الخطوات اللي ممكن نبدأ بيها المشروع، وهنتعلم مع بعض حاجات تانية كتير. تعالوا بقى نجاوب السؤال اللي كان في اول الحلقة. عمرك سألت نفسك ليه في شغل كونكريت بيطلع تحفة وشغل تاني رغم انه بنفس الخامات بيطلع عادي؟ ببساطة اختلاف مهارات، حب الشغل اللي انت بتعمله، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة اللي محدش بياخد باله منها غير المحترف في شغل الكونكريت. وطبعا الفرق مش في الخامات بس، الفرق في التكنيك الصح، الصبر، اختيار الالوان المناسبة، اختيار نوع الصنفرة ودرجتها. وهو ده بالظبط اللي بنسميه حب الشغل، المزاج العام. وده اللي ان شاء الله هنتعلمه مع بعض هنا خطوة بخطوة عشان نطلع شغل من عادي لتحفة. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات انتم محتاجين نتكلم على ايه في الحلقات اللي جايه، وما تنسوش تعملوا اشتراك للصفحه. جميع اللينكات اللي هو في الوصف ان شاء الله اسفل الفيديو.